اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل معاكم شويه كباب بنص صدر فرخه بس. تحفه تحفه تحفه. مش عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي، هو كمان ريحته. وبصوا حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك لو كنتوا معايا. حطوا اللايك يا حبايب قلبي، وما تنسونيش في الاشتراك، ودعوة حلوة من قلبكم كده ان ربنا يصلح حالنا على الكباب الجميل ده. لا تقولي لي بقى كباب خمراوي، ولا تقولي لي كباب باللحمه، ولا تقولي لي بص بقى مش عايزه اقول لكم. نص صدر فرخه بس عمل لنا الكميه دي، ومش دي بس، لا 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 لا، كميه كمان شلتها في الفريزر، حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يلا بقى خش على الفيديو الجميل بتاعنا ده، شوفونا عملنا الكباب ازاي الحلو ده ازاي، وشوفوا التكات والحركات بتاعتنا بقى. وان عجبتكم الطريقه بتاعتنا ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس يا حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ايه رأيكم بقى في الكباب بتاعنا الجميل ده؟ كلي بقى وانت واقفة كده، بص دوقي بقى من الريحة والطعم، مش عايزة اقولك طعمه عامل ازاي. والريحة بتاعته كمان قلب الدنيا، واو بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايب قلبي نخش على الفيديو بتاعنا، بس بعد ما ناكل بقى ونخلص كده حط اللايك بقى، حط اللايك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. النهارده بقى هنعمل شوية كباب كده. معانا كيلو من الرز غسلناه وغطيناه بقماشة كده نظيفة كده حلوة كده لغاية ما نشف معانا من المية خالص. وجبنا الخلاط بقى، وجبنا المصحنة بتاعة الخلاط، وقعدنا بقى نصحن في الرز. لازم ننعم الرز قوي قوي. يعني بص مش عايزه اقولك، يعني يبقى فيه حاجات بس ايه، يعني قرشه بسيطه كده من الرز، مش يعني مش ناعم زي السكر البودر كده، لا، خشن عنه شويه. بس مش عايزه اقولك بقى الكباب بتاعنا النهارده حلو قوي. اهم حاجه انك تحط بقى اللايك كده حبيبه قلبي، وما تنسناش بقى من دعوه حلوه من قلبكم كده، وربنا يصلح حالنا وحال امه محمد اجمعين يا رب. احنا عايزين بقى القناه بتاعتنا تكبر كده يا حبايبي، ومتنسناش بقى في تشيروا لنا، اللي يشوف الفيديو بتاعنا يشيره لنا كده لاصحابه ولجيرانه ولحبايبه. ربنا يا رب يخليكم كده ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. يعني القناة بتاعتنا حلوة، محتواها حلو، بس مش عارفة يعني ايه المشاهدات عليها ضعيفة ليه. اللي يعرف اي حاجة بالله عليكم ما يبخل علينا بيها. ماشي يا حبايبي، بالله عليكم ما تبخلوا علينا بأي حاجة كويسة من عندكم. يعني اللي عايز يشير لنا فيديو، اللي عايز يقول لحبايبه على القناة بتاعتنا، يبقى ليه ايه جزاء الشكر، ونشكره جدا وندعي له دعوة حلوة من قلبنا. هنا بقى جبنا بقى بعد ما طحنا الرز، زي ما انتوا شايفين جبنا حزمة كبيرة كده، او حزمتين بقى قطعناهم من الخضرة، كزبرة وشبت، بس عود شبت صغير كده والباقي كزبرة. هتمسكي بقى تفرميهم الاول حلو كده، وتحطي معلقتين عليهم معلقتين من الرز. بعد ما تحط البصليه كده حط عليهم معلقتين من الرز المطحون، علشان ينعموا. اللي انا عايزه البصله والخضره ناعمين جدا، عشان ما يبانوش في الكفته بتاعتي. معايا خليكم معايا. حطيت كده معلقتين من الرز وانا بفرم البصل والخضره. عايزه افرمهم ناعم، عشان ما يبانوش كده في الرز، ما يبانوش في الكباب بتاعنا يا حبايب قلبي. اه بتفضلي بقى تفرمي كده لما تحسي ان هو بقى زي العجينه معاكي. بصوا شايفين منظره عامل ازاي اهو. ما تعرفوش يعني، لازم يبقى مطحون جامد كده. هننزل بقى دلوقتي بايه، بنص صدر الفرخه مع بعض كده. عايزه تعمليه طبعا زي كباب الغمراوي من غير لحمة خالص بيتعمل، او بلحمة بيتعمل، او بفراخ بيتعمل. بصراحة هو كان حلو قوي. وتفضلي بقى تفرمي في صدر الفرخة كده زي ما انتوا شايفين برضو، تنعميه قوي قوي، وتنزلي بيها على الرز والخضرة اللي انت فرمتيهم والبصل. ماشي يا حبايب قلبي. هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا عشان ايه، نعملها مع بعض. هنا كمون وكزبرة وفلفل اسود، بس مش اكتر من كده. وشوية من الشطة لو انت حابة تحبيها بشطة حطي. انا كان عندي شوية شطة، يعني نص معلقة كده حطيتها، بس هي مش حراقة قوي. وحطيت كمان معلقة كده حلوة من الملح، ومعلقة من التوم. اهم حاجة التوم المفروم يكون ايه، حلو قوي معاكي. يعني بصوا الكباب ده بيحب التوم.
يعني كل ما تكتري توم كل ما يبقى معاكي طعمه حلو وريحته حلوه قوي. هتيجي بقى تجيبي الكبه بتاعتك وتفرميه كمان فرمه كده علشان يبقى معاكي ناعم وايه ومتجانس في بعضه كده. يعني تحسي ان الكبابيه معاكي ماسكه نفسها كده وحلوه داخله في بعضها كلها. ماشي يا حبايبي اهو. فضلت بقى افرم كده يعني ايه اديله ضربه كده حلوه في الكبه زي ما لما نعمت معايا كده ولمت على بعضها. ماشي يا حبايبي. هفرم بقى بقية الكمية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الكمية اللي انا عملتها دي انا طبعا الفيديو ده مصوراه على مرتين لان حصل لي ظروف والله وانا بفرم الكفتة وسبتها ومشيت عشان الظروف اللي حصلت لي. ماشي يا حبايبي. طبعا ايه العيال خدوا ايه نصها كده عملوه وانا وشالوا دي ايه في الفريزر، فقلت لازم ايه اكمل الفيديو مع حبايبي بقى عشان ما برضو مجهودنا وعشان اعرفكم الكفته الكباب بتاعنا اتعمل ازاي. هنا بقى جبت حبه زيت كده صغيرين خالص بس ابل لي ايدي بس يعني امسح ايدي مسحه كده بالزيت علشان يبقى الكباب معايا مساوي كده وحلو. طبعا الكباب انا مش عايزاه تخين يا جماعه، انا عايزاه ايه رقيق كده حلو كده يعني. هو ماسك نفسه لا رقيق ولا تخين زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو. بس كل واحده بقى قد بعضها. ماشي يا حبايبي. بتسوي بقى من الجناب كده بتسوي معاكي وحلو قوي. عايزه تكبريه عن كده كبريه بس ده المقاس اللي وسط حلو يعني، لا كبير ولا صغير. ماشي بس طبعا ده حريه، لو عايزه تكبريه عن كده كبريه. لكن انا يعني بص حبيت اعمله ايه وسط كده. ماشي يا حبايب قلبي. قابل بس ايدي كده ايه مسحه كده من الزيت وانزل بقى ايه بالكبابيه الحلوه بتاعتنا اسويها من جميع الجناب كده عشان تبقى معايا ناعمه وحلوه. واخدين بالكم معايا؟ خلي بالكم معايا. واللي وصلت لحد كده في الفيديو بالله عليكي تدعي لي دعوه حلوه ان ربنا يصلح حالي ويكرمني في القناه الحلوه دي. باذن الله باذن الله كده ربنا هيكرمني وعشمي في الله خير ان هو هيعوض عليا وهيكرمني باذن الله. انا والله العظيم يا جماعه كنت هبيع القناه ديت رخيصه خالص من زهقي منها كنت هبيعها، بس مش هين عليا حبايبي واصحابي واخواتي اللي معايا على القناه. بجد انا لما بلاقي نفسي معاكم ولما ببقى زهقانه وبصور معاكم بيروح مني كل الزهق. هنا جينا على البوتاجاز بقى طبعا انا ما عنديش شوربه النهارده. هتعملي ايه بقى لو ما عندكيش شوربه؟ هقولك على الطريقه الحلوه دي تعملي بيها الكباب بتاعك هيبقى حلو قوي معاكي. هتجيبي شويه كده من الزيت او معلقه من السمنه بحريتك يعني اللي انت عايزه تعمليه، بتنفع بالزيت وبتنفع بالسمنه. انا عملتها النهارده بالسمنه كده، جبت ربع بالزيت وجبت ربع معلقه من التوم المفروم يعني فصين من التوم وبصلايه كده وشوحتهم مع بعض ونزلت عليهم بشويه من عصير الطماطم الفريشه زي ما انتم شايفين كده. هنا حطيت شويه من الفلفل وشويه من الكزبره وشويه من الكمون، وبعد كده حطيت نص معلقه كده من الملح وكمان نص معلقه كده من السكر. ماشي يا حبايبي علشان يعادل حموضة الطماطم. واخدين بالكم معايا؟ هنا كانت اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليها بقى بشوية كده من المية وهتدوقي بقى احلى شوربة. مش شوربة بقى يعني ايه هي معادل الشوربة كده. ماشي يا حبايبي. هنا غلت بقى هنزل بالكباب بتاعنا. طبعا انا كنت حطاه على بعضه ولا لزق في بعضه يا جماعة ولا اي حاجة زي في شايفين انا بجيبه من على الطبق انزل بيه على طول. ما تخافيش خالص ما بيلزقش في بعض ولا اي حاجه، حتى في على النار برضو ما بيلزقش في بعض. حتى لو حبيت تحركيه بالراحه كده مش هيجرى له اي حاجه. هنا كمان بقى عشان نشف خالص اهو هحركه لكم بصوا ولا واحده لازقه في التانية ولا اي حاجه. وطعم بقى الشوربه بتاعته طعمها فظيع. بس انا طبعا مش هنزله دلوقتي، لازم يشرب معايا الشوربه دي شويه. ماشي يا حبايبي علشان يستوي معايا ويبقى حلو قوي. يعني بصوا مش عايزه اقول لكم كبابنا النهارده كان حلو قد ايه. لو بقى عجبك الفيديو بتاعنا النهارده بالله عليكي ما تنسيني في اللايك والاشتراك. هنا بقى كنت خلصت وطفيت عليه، هطفي النار بقى عليه وكلي بقى احلى كباب. احلى كباب بقى هتاكليه باذن الله. جربيه وقولي لي في الكومنتات هو حلو ولا مش حلو. بصوا شايفين منظر الكباب عامل ازاي، وكل واحده بوحدتها ولا واحده اتكسرت ولا واحده اتعوجت ولا واحده اي حاجه. واشوفكم بقى في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حطوا